السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التصويرة تفهموا شنيا طيبت أي طيبت لكم الفطاير. أنا مانيش مصدقة روحي إني عملت فطاير بنينة 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 قد ما نقولكم والله العظيم تقولوا تزيد. بسم الله ما شاء الله فطرتهم على الصباح يعملوا 66 كيف. والروسيت سهلة برشا. ناخذوا 250 جرام من الفرينة، عليهم من الأول كيس متاع ماء يعني يكون دافي، نحطو فيه ساشي كاملة متاع خميرة خبز ومغرفة متاع سكر، نخليهم يتفاعلوا. ومن بعديكا بشوية بشوية زادا نزيدو ماء دافي. الكونتيتي الأولى هي كيس، ونبداو بشوية بشوية وبعديكا نزيدو كيما قلت لكم لين نتحصلوا على قوام كيما نحنا نحبو. وبالحق راهي الفطاير راهو تشوفوها وكل شيء، اما والله العظيم لاهي صعيبه حتى تعرف تعطيوها حقها في الترتيح باذن الله تجيكم ما شاء الله. كما قلت لكم نعاود، عندكم 250 جرام فرينه، عليهم من الاول كيس متاع متاع ماء يكون دافي، مغرفه كبيره متاع سكر، وشكاره متاع خميره خبز. وما ننساوش الرشه متاع الملح، نعملوا رشه ملح قبل لا نحطوا الماء. دونك فوالا كما تشوفوا توا باش نصبوا بشويه بشويه. بالحق انا خاطرني اول مره نعملها، دونك تبعوا لي زيتاب يعني ستيب باي ستيب، خطوه خطوه، باذن الله تجيكم فطاير ناجحه. والله العظيم نعاودها لكم، راهو اول مره نعمل فطاير وجيت ما شاء الله. بالحق والله العظيم لقعدت لنا كعبه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وان شاء الله يا ربي تاكلوا ما خير منها. كيما تشوفوا شوفوا الفطاير بشويه بشويه تاخذ حقها في العجينه نتاعها. الجلوتين نتاعها لازم تخرج الفرينه بالكدا بالكدا، فهمتوا؟ دونك انا شدت لي الحقيقه 10 دقائق، ما بين 10 دقائق باش تعجنت لي مليح مليح مليح. هو مش عجنين، تخفقها بيديك، فهمتوا؟ تزيدوا الماء وتبدا تخفق تخفق تخفق. من الاول راهو لازم تكون تكستور ليكيد، ما تكونش يابسه. الفطاير ما تجيش يابسه، تجي تكستور ليكيد. وما تخافوش ما تقولش كيفاش من بعد باش تتلم لي. لا لا باذن الله باش تتلم بالزيت تتلم. انا زاده راهو من الاول خايفه، قلت يا ربي زعما باش تلم لي، زعما باش نجم روحي. والله العظيم يعني توكلت على ربي سبحانه. على الصباح قمت على الصباح بكري سارية كما يقولوها. واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، جيت حاجة تعمل 66 كيف. والله 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 قدش فرحت انها جيت كما نحب. والله جيت اول حاجة ماهيش مزيتة، محلاها طرية، هشوشة. بالحق ما لقيت ما نوصف، فهمتوا؟ هاكم تشوفوا انا ما قصيتش راهو في الفيديو هذايا باش نوريكم الطريقه الصحيحه باش تتحصلوا على فطاير بنينه. والله العظيم خير من متاع الشارع، والله العظيم خير من متاع الشارع. بنينه قد ما نقول لكم، خفيفه خفيفه مع قهوه الصباح مع حاجه هكا دافيه. واو حاجه تعمل 66 كيف. كيما نعاودها لكم ونقولها لكم ديما نعاودها، راهو حاجه دار وحدها. هاكم تشوفوا الطريقة تخفقوها بترتش صوابعكم، فهمتوا؟ توسعوا بالكم شوية ميساج فات كل حاجة راه باش تجينا بنينة، لازم نوسعوا بالنا وبإذن الله تجي تعمل 66 كيف. هاكم شفتوا كيفاش وصلت ليتا متاع العجينه متاعي. لازم تكون ريتوا على قد ما تعملوها لين تتحصلوا على عجينه كي تهز يدك الفوق تلقاها يعني خط مستقيم، فهمتوا؟ دونك هذيك هي لاستيوس نتاع الفطاير، انك يعني تخفقها بيديك، فهمتوا؟ يعني تشد هكا وتشدها في الكوا وتبدا تاك 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 ما شاء الله اللهم بارك. بالحق حاجه ما نحكي لكمش. الحاسيلو كيما قلت لكم لاستيوس الزيت، انكم حتى باش ترتحوها في الزيت، فهمتوا؟ انا صبيت عليها الزيت، حطيت ملوطه زيت باش من بعديك عاونتني، فهمتوا؟ وذاك الكل حتى من بعديك زاده يدي لازم نبلها بالزيت، سينو ما نجمش نقدها جمله، فهمتوا؟ دونك نغطيو العجينه متاعنا نخليوها ترتاح. انا الحقيقه رتحتها ساعتين كاملين، الدنيا بارده وكل شيء، خليتها ترتاح تاخذ غرضها ساعتين كاملين.
باش نكونوا واضحين، نقول لكم نُص ساعة لساعة، ساعتين كاملين، تغطيوها مليح، تقطعوا عليها الهوا جملة واحدة، البلاستيك الغذائي بساشيه اللي هو أنا عملت هذاك البلاستيك الغذائي وعملت فوقه منديلة وعملت فوقه غطاء، فهمتوا؟ بالحق خلّيوها ترتاح، راهو الفطاير على قد ما ترتاح، على قد ما تجيكم résultat. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كيما قلت لكم راهي الروسيت ما تستحقش، يعني ما تقولوا مش ما تستحقش، يعني ما تقولوش صعيبه. انا ملوز زاده وهقت منها ومش نقد الفطاير بلي قلت بسم الله نقدها، علاش ما نقديش؟ فاش قام ما نقديش، راهو نعاودها لكم. جاه ربي تشجعوا على التطيب، التطيب راهو حاجه محليها 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 محليها. انا زاده قبل كنت نخاف من التطيب، توا هاكم تشوفوا بشويه بشويه قاعده نتعلم، قاعده نصلح في روحي. سبحان الله، مرة تصيب ومرة تخيب، وكي تخيب نصلح روحي، مش معناتها غلط ليه نغلط ونغلط ونغلط ونغلط، بإذن الله ربي يجيبنا في الصواب. الحاسيلو هاكم تشوفوا توا نغطي في العجينة بتاعي باش ترتاح، وكما قلت لكم راهو لاستيوس نتاع الفطاير عجنة باهية اللي هي خفقان باليدين، ترتيحة باهية بإذن الله سلامات. وما شاء الله خمرت وتضاعفت، ما نحكي لكمش. وهاكم تشوفوا زدت عملت زيت باش نجم نجبدها، بالحق راهو الزيت زاد عامل اساسي، ديما تبلوا الزيت، تبلوا يجيكم سامحوني بالزيت وتزيدوا تبلوا العجينه باش تنجموا تلقاوها سهله. سورتو انا اول مره عملتها بالحق عبيت يدي بزيت باش نجمت روحي، فهمتوا؟ دونك نكعبر تكعبيرات، نكعبر كعبورات العجينه نتاعي، نكعبرهم نحطهم في صحن زاده ندهنوا بالزيت، يعني كل شيء البلان لازم يكون فيه زيت، فهمتوا؟ البلاتو باش تحطوا فيه الكعابر لي بول نتاع العجينه لازم يكونوا زاده فيهم زيت، فهمتوا؟ هذيك الكل يسهل لكم من بعد، راه هذا ما نصائح بالحق، هذا ما يسهلوا لكم من بعد. نسخنوا المقله نتاعنا، نسخنوا الزيت نتاعنا مليح مليح، فهمتوا؟ ونتبعوها الفطيره، فهمتوا؟ نتبعوها يعني واحده واحده، يعني توسيع بال في القليين، توسيع بال، وما تخليوهاش تتحرق. والله العظيم كيما نعاودها لكم ونقولها لكم، راهو سي لا بروميير فوا اني نجرب فطاير، لا عملت فطاير في حياتي ولا شيء. هكا اليوم اشتهيت فطاير، قلت والله باذن الله كان حب ربي باش نعمل فطاير، وجاو ما شاء الله بالحق حاجه تعمل 66 كيف. وما تخافوش من العجينة، تحلوها بشوية بشوية، تبلوا يجيكم وتبداو تحلوا بشوية بشوية، حتى كنت قطعت لكم راهو ما يصيرش خلينا نشريو نحنا فطاير سبحان الله تطلع منقوبة، يعني ما يش مشكلة، فهمتوا؟ انا الحقيقة كعيبة واحدة هكا نقبت لي شوي تونة، فهمتوا؟ اما سينو ما هيش مشكلة. ليسونسيال تكون بنينة، ليسونسيال تكون هشوشة، نشريو ديجا نحنا فطاير تكون منقوبة، فهمتوا؟ يعني ما هيش مشكلة. كيما قلت لكم تسيسوا عجينتكم واحده واحده، بيجيكم الزوز اتوريا ترافير واحده واحده باذن الله تتحل. وهاكم تشوفوا كيفاش قاعده نقلي فيها ونقلب فيها.
والحمد لله والشكر لله. هاكم تشوفوا الريزلتا حاجة مش نورمال، قداش فرحانة بالفطاير متاعي. يا رب ان شاء الله تعجبكم الرسالة متاعي في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.